يا صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا قبل ما نبدأ نصلي كده على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لو أول مرة تشوفوني اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان كل ما انزل حاجة ان شاء الله يجيلك اشعار بيها. طبعا بصوا عملت لهم صينية جلاش بقى كده ايه تحفة يفطروا بيها كده. قلت يوم الاجازة كده اعمل لهم ايه فطار حلو. ممكن تخلوه عشاء، مش هيقول لا، ممكن غدا مع بانيه كده في الغدا يبقى حلو قوي. بس انا قلت ايه كان عندي جلاش كده، فقلت ايه بما انهم اجازة اعمل لهم بقى صينية جلاش حلوة كده يفطروا بيها. طبعا الجلاش عملته معاكم كذا مرة قبل كده فمرضتش ايه اعيد واكرر كده في الجلاش تاني. فاللي عايز الفيديو وطريقة الجلاش ويطلع معاكي ازاي مورق بمكون واحد هتلاقي ايه ان شاء الله الفيديو بتاع الجلاش. طبعا هنا انا عملته بالجبنة. كان عندي جبنة فيتا وجبنة كيري، قطعت عليهم طماطمايه وفلفل الوان وحشيت بيه الجلاش بتاعنا. بصوا ما شاء الله الصينية بتاعتنا مش لازقة، بصوا اللهم بارك، لا حول ولا قوة الا بالله. بصوا مورق ازاي اهو، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. والحشوة بتاعتنا التحفة اهو، مع كوباية بقى لبن، كوباية شاي بلبن ماشي. بصوا ما شاء الله مقرمش وجميل من فوق كده وطري وممرق من جوه. لو عايزاه طري كمان من فوق اول ما تطلعيه من الفرن هتقومي حاطه عليه فوطه ومغطياه وسايباه هيطلع معاكي ان شاء الله طري. بس احنا عشان بنحبه الوش كده مقرمش فبسيبها كده مش بغطيها، وطري من جوه وتحفه اهو. طبعا احنا عملناه قبل كده بالبسطرمه، عملناه بالصدق، عملناه بكذا حشوه. المره دي عملته بالجبنه. جربوا بقى الوصفه دي وان شاء الله كده تعجبكم، واتفرجوا على طريقه العمل بتاعه الجلاش وازاي ان هو يطلع معاكي مورق كده وحلو زي ما احنا عاملينه ومفهوش سمنه كتير. مش تاكليه بقى كده تلاقيه ايه السمنه بتقع منه كده، لا طالع مظبوط معانا ما شاء الله اهو. الجلاش يعني بتاعنا بيتكلم عن نفسه كده. بس كده خلاص خلصنا الفطار الحلو بتاعنا، ما اخدش وقت خالص. ننضفوا الترابيزه بتاعتنا حلو اهو ما شاء الله. بصوا مقرمش كده من فوق الوش طري من جوه، حاجه اللهم بارك يعني.